السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي مرة أخرى في قناة نسيبة. ونبدأ إن شاء الله الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ما غاديش نقدم لكم فيه شي درس أو لا شي موديل، إنما غادي ندردشوا مع بعضياتنا واحد شوية، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم بعض النصائح خاصة للمبتدئات. دائما كنخص نصائح ديالي اولا التوجيهات اللي كنعطيكم البنات كان بالخصوص نوجهها للبنات اللي مبتدئات اللي يلا كيكونوا تعلموا الخياطه وباغيين يطلقوا يديهم. هذه هي الفرصه البنات، هذه فرصه مناسبه انكم تشريو التويبات. يعني مالين التواب كيكون عندهم هكا طريفات كيكونوا كيشيطوا لهم من الرولو، اولا كاينين بعض الموديل اللي كيكون عندهم التواب بالكيلو حتى هما كيكونوا مزيانين. بالنسبه لهنا مدينه مراكش انا ما عرفش يعني شي محل اللي كيكون فيه تواب بالكيلو، انما هكا طريفات كناخذوا الطريفات عند موالين التواب فقط. وبالمناسبه الا كانت شي وحده هكا من مدينه مراكش وعارفه البلاصه اللي فيها التويبات بالكيلو تكتبها لي في التعاليق. بالنسبه للدار البيضاء حتى هي كيكونوا فيها التويبات بالكيلو، يعني كيكونوا طريفات بواحد الثمن اللي هو رخيص رخيص بزاف. وما نكثرش عليكم البنات، فقط بغيت نوجه لكم هاد النصائح هادو. واي وحده باغا تخيط جليليبه او لا قفيطين لبنيتها في هاد العواشر، تبع معايا ان شاء الله. راه غادي نشارك معكم الطريقه. هانتوما كتشوفوا بحال مثلا هاد الثوب هذا فقط في هاد الدائره هذه اللي هي مقطعه، يعني فيه الديفو. خديته ب 30 درهم. 30 درهم يعني غادي يدي ليا جوج بياسات صغارين اولا بياسات ديال 12 عام. يعني الا خدمت جليلبات صغارين غادي يخرج ليا جوج ديال الجليلبات. هانتوما الثوب راه زوين دوفاس وبهذا اللوين هذا. صراحه الثوب زوين. المهم غادي نشارك معكم فقط بعض الطريفات اللي كتاخديهم هكا. ملي كتاخدي التواب كتلقاي الطريفات بحال ما هكا، يعني اغتنمي الفرصه وخديهم كتجي وقتهم. بحال مثلا في هذه الوقيته هذه راه كتستافدي منهم، يعني ما كتضيعش. وكذلك هذا الطريف هذا حتى هو تقريبا راه فيه 2 متر وخديته ب 30 درهم. 2 متر ب 30 درهم يعني راه ثمن مناسب. هانتوما راه كذلك غادي يخرج ليا 2 بياسات. يعني الواحد غير يخدم دماغه شويه ويحاول انه يقلب هكا على الطريفات ويطلق يديه. هذه كيف قلت لكم فرصه ان اي وحده تعلمت الماكينه، واخا مازال ما غاديش تكون تعلم الفصاله يعني 100%. فقط تبعوا معايا الفيديو. غادي نشارك معكم جليلبات اللي كتاف طايحين، يعني ما كتبغيش شي فصاله اللي هي كثيره. وهاد الثوب جوهره هذا فايته مفصله، يعني فايته مفصل. فقط غادي نمونطي وغادي نشاركو معكم ان شاء الله بعد بعض الموديلات غادي نشاركو معكم في الفصاله اولا في الخياطه. نزلت لكم هذا الفيديو فقط باش نحفزكم انكم تاخذوا طريفات وكذلك تفرحوا وليداتكم. علاش لا قفيطنات ولا جليلبات اللي عندها البنيتات، وكذلك الدراري حتى هما نخدموا لهم جبادور علاش لا اولا جليلبات. هانتوما كتشوفوا هذا الطريف هذا راه شاط ليا من واحد البياسه، وغادي نخدموا قفطان نستغلو كذلك ما يضيعش. وهاد الجهه هذه غادي نخدم فيها لكم، يعني الكميمات ديالي غادي نخدمهم في هاد الجهه هذه وكنستافدوا بطبيعه الحال. غير تراقبوني في الفيديوهات الجاي ان شاء الله. غادي نشارك معكم طريقه باش تفصلوا جليلبات كتيفات طايحين، وخاصه الكتاف طايحين لان كتكون تقريبا تيكون البنات في جليلبات كتاف طايحين كيكونوا يعني القياسات شويه وافيين. يعني يمكن بزاف ديال المقاسات انهم يلبسوا جلابه وحده، يعني مثلا ديال العام عامين 3 سنين ممكن تلبس. وكنصحكم البنات الا بغيتو تبداو المشروع ديالكم تبداو بهاد الجليلبات، هما دارجين على الموضه وفي نفس الوقت راها ساهلين في الفصاله كيف غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو المقبل. وكفكره ثانيه البنات اسدال الصلاه او العبايات ديال الصلاه حتى هما ممكن انكم تخدموهم وتستافدوا منهم وما غاديش تضيعوا، لان هذه هي الفرصه ديالهم.
يعني فايتين مجربينهم، كيخرجوا بزاف في هذا الشهر. صافي البنات، الفيديو ديال اليوم فقط تحفيزي، حاولت انني نحفزكم ونزعمكم وتوكلوا على الله ان شاء الله، وخدموا جليلبات صغارين راهما مطلوبين. وكيف كتشوفوا معايا راني شاركت معكم بعض الطريفات اللي عندي هنايا في المحل، وكذلك عندي بعض التوابات اللي هما ديال الكليان اللي باغيين نخدم ليهم جليلبات صغارين، وغادي نشارك معكم بطبيعة الحال بعض جلالب هكا اولا قفيطنات في الفصاله اولا في الخدمه، باش هكا تزيدوا تزعموا اكثر. ونصيحه واحده اخرى البنات، يعني اللي بغات تخدم بحال هاد المشاريع هادو، يعني تاخذهم على اتساع في هاد الايام ديال شعبان، وتحاول انها تخدمهم على اتساع، لان في الشهر كيف كتعرفوا الشهر الفضيل راه كيكون شويه ديال الضغط، وكتكون العباده مضاعفه، يعني الواحد باش يتفرغ كذلك للعباده ينقص عليه الخدمه من دابا من شعبان ان شاء الله. الله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة، ويدخل على الأمة الإسلامية أجمعين بالصحة والسلامة وبغفران الذنوب إن شاء الله يا ربي. وكذلك البنات اللي بغات أي حاجة ولا للطلب أو لا للاستفسار، دائما كنخلي الرقم ديال الهاتف ديالي أسفل الفيديو، يعني في صندوق الوصف. وما بقى لي إلا نودعكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله وإلى اللقاء.